السلام عليكم. السلام. لو سمحت ممكن تساعدني في مصاريف الدواء؟ انت جايه تشحتي ما تروحي تشتغلي ولا تعملي اي حاجه ولا فين امك ولا ابوك؟ انا بابا وماما منفصلين عن بعض، وماما ما بتقدرش تمشي. طب وانا مالي بالموضوع ده؟ انا والله ما كان قصدي ان انا اضايقك. طب يلا بعد اذنك كده يلا. بكلمك كده ليه؟ بعد اذنك ما تكلمناش كده، عملت لك ايه اصلا؟ ده بتقول لها ب 50 جنيه. طب وايه يعني ما تقول لك هات 50 جنيه؟ انت عارف هي عايزاها ليه؟ هو انا جاي اقعد في مكان نضيف زي ده علشان خاطر ان واحده اهدى بس ما تتنططش كده، انت بتتنطط على ايه؟ ما تهدى كده على نفسك شويه، فيها ايه يعني لما تساعدها؟ لا ما بساعدش الاشكال. ما تساعدش يا حبيبي، اقعد مكانك كده واحنا هنساعدها. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي اقعدي. مالك يا روحي؟ انا كنت داخل عليه والله ما كان قصدي ان انا اضايقه ولا اقول له حاجه. ولا تضايقيني؟ انت عايزه ايه يا ماما؟ اقسم بالله ما عملته، انا داخله بعرض عليه يعني اللي هو يساعدني، كان يقول لي ربنا يسهل لك دعوه تشفيني. انت عندك ايه يا روحي؟ انا ماما قالت لي روحي اكشفي لان كان عندي من وانا صغيره اصلا كان عندي انيميا حاده جدا. مش شم حاجه في الله يا ماما. مامتك فين؟ ماما في البيت ما بتقدرش تمشي، قاعدين في اوضه على السطوح. ربنا يشفيها لك. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اسماء اسلام الصياد. ديت الدكتور قال لي لو عرفتي تجمعي الفلوس ابقي كلميني، ده يعني الرقم ده رقم بتاعه. الدكتور؟ ممكن ولا تكلمه ده لي. دكتوره؟ زي دكتوره ايمان هي اللي اديتهولي. الو السلام عليكم، لو سمحت ده معمل تحاليل. ايوه حضرتك مين؟ عايزه اسال بس على تحاليل باسم اسمهان اسلام الصياد. ايوه الحاله دي معايا فعلا. ايوه حضرتك مين؟ انا عايزه اكلم حد قريب لا قوي عشان عايزه اكلمها في حاجه يعني. انا معاكي اهو، قولي لي في ايه. هو حضرتك التحليل بتاعها طلع بقالي يومين ومحدش سأل عنه، وهي ظهر في التحليل ان هي يعني عندها كانسر وكده حضرتك متاكده من نتيجه التحاليل؟ حضرتك انا الدكتوره وانا اللي ماسكه الحاله بتاعت الطفله. بقيت كويسه صح؟ يا روح قلبي انت كويسه، ما تقلقيش باذن الله نروح نجيب التحاليل وهندفع الفلوس وانت هتبقي زي الفل ان شاء الله. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انت مسلمه ايوه اكيد. يعني مأمنه بربنا، كلنا بيجي لنا امراض دي من عند ربنا. احنا دلوقتي الدكتوره بتقول ان انت عندك تعب صعب قوي، لازم نروح نجيب التحاليل عشان نبدا العلاج. انت في حد معاكي في البيت غير ماما؟ ماما مش بتقدر تنزل. ايوه انا ممكن اجي معاكي المعمل وندفع الفلوس ونشوف التحاليل عشان نبدا علاجك، وهخلي رقمي معاكي واللي انت عايزاه انا هعمله لك وما تزعليش نفسك خالص. بس انت هتعيطي ليه؟ انا لسه ما قلتلكيش في ايه. انت اللي انا عندي مرض وحش. بصي ده من عند ربنا، واللي بيجيبه ربنا حلو. انت عايز ايه؟ اهدي بس اهدي. انت عايز ايه يعني؟ لخص هات اخر الكلام. انت مالك ومالها دلوقتي؟ هي جات لك تاني؟ اهدي بس، في مايك في ايدي واحنا بنصور تجربه اجتماعيه. البنت دي ممثله معانا وده كله موقف تمثيل عشان بس نشوف ردة فعلك ايه. بتهزري؟ وهي مش تعبانه ولا حاجه ولا في اي حاجه. بجد بتهزروا صح؟ بس بجد شكرا ليكي. انت بتتكلمي بجد؟ ممكن تقفي؟ احنا كنا بنختبر انسانيتك وانت حد جدع جدا وحد شهم كده. الله يخليك. موافقه ننزل الفيديو؟ موافقه ماشي ادي لها الفلوس. اتفضلي. طب انت عايزاها خليها؟ لا خلاص بجد؟ لا والله. ماشي شكرا ليكي جدا. العفو. تابعتي موسى يا روح قلبي.